ارجع البوتاجاز يا جماعه مكانه والوصل معموله لحد هنا اللايت. يا جماعه عايزه اقول لكم ايه، ان انا هصبن معاكم التربو هنا في الحمام، وهصبن معاكم الكولمه عشان برضو ايه اشيله يعني كده. عايزه اقول لكم ان احنا في نفس كل ده في نفس الفيديو على فكره بتاع فاكرين البوتاجاز اللي انا صبنته معاكم. يعني انا دخلت المطبخ ما طلعتش منه لغايه دلوقتي. عايزه اقول لكم بس انا طبعا صبن البتاع ده الكولمه ده الاول. المطبخ مكربش فيها مش عاوز يسيبني. لا يا حبايبي، عايزه اقول لكم كل ده في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي انا دخلت فيه المطبخ. يعني فاكرين البوتاجاز والحيطه ورا البوتاجاز والارض يعني بصوا ما عدش يعلم ربنا. كل ده في نفس اليوم. ماسيو شغل الموتور. ماسيو شغل الموتور. عايزه اقول لكم لسه في حاجات تاني. ده انا قايمه النهارده من الساعه 7 الصبح، قلت عشان خاطر ايه الحق اخلص. والحاجات اللي انا فضيتها من التربو هاخدها في الفوطه اللي لسه ما صبنتهاش. مساحة التليفون عمال يقفل وارض مفضية منه حاجات. عشان ايه؟ عشان يذكر معايا بس ويكمل معايا بقية التصوير، لان زي ما قلت لكم لسه يعني قاعد حاجات كتير ما اتعملتش. فكل ده انا عايزه اصوره معاكم. بأمانة انتوا بتشجعوني على فكرة على ان اعمل الحاجة، يعني ربنا بتشجعوني. ده هشيله في الكرتونه بتاعته نضيف للصيف الجاي. يعني هو الشتا مش كتير يا جماعه زي ما انتوا عارفين. عايزه اقول ان انا مصبنه الحمام يعني، بس بما اني دخلت اصب الحاجات في البانيو هنتعب عليه تاني. مش بقول لكم يومنا نادر النهارده. عايزه اقول لكم الجو تلج بمعنى الكلمه. يا مسهل يا رب مسهل الحال. تعالي انتي. هستخدم السلكه اللي هي التخينه عشان بس ايه تسهل معايا. وربنا يستر ايه ما اخدش برد لان الهدوم كلها خلقت. الحاجه كلها متسربه عاملين زي اللي قاعدين في بيت مهجور.
وشغل يا ناس. هو نظيف على فكرة، بصوا يعني بينضف معايا بسرعة. لايك حبايب عموما. يلا هقعد بقى كده على الطين والقرف، مش مشكلة كده كده. ايه في الاخر هناخد شاور. وانا لسه ما غسلتش الحاجات اللي طلعتها من التربو، بس بعد ما اخلص هنا، بس مش هغسلها معاكم يعني، عشان بس ايه مساحة وكده. زائد ان انتوا ما بتحبوش موضوع المواعين ده خالص. اهو بقى زي الفل. بس كده. على ما صب المواعين اللي في الباب يكون هو ايه، اللي في الحوض قصدي، يكون هو اتصفى، واخدين بالكم؟ هحاول ما اطولش معاكم عشان بس التليفون ايه يكمل معايا التصوير. ده عشان زي ما انا قلت لكم عندي حاجات كتير عايزه اخلصها معاكم. يلا حبايبي، طبعا ما تنسونيش في اللايك حبايبي. اعدم